الحويدقات والمعيزات، يا اهلا وسهلا. ها انا جيت عاوتاني وجبت واحد الطريح ديال الملوي مخمر بطريقتي، سهل منه ما كاين. تبعوني نوجدوه وحيدو عليكم العجز. هانت في القصريه عندي الدقيق الابيض العادي المتعدد الاستعمالات، كندوزو في غربال ولا في الصفايه. ضفت عليه هنايا بالضبط كيلو ديال الفينو، حتى هو ندوزو في الصفايه، نخلط كلشي الفينو مع الدقيق وكنعزز الليفه مليحه. سكر سنيده معلقه كبيره، راس ولا 4 معالق ديال الخميره الفوريه. الماء يكون غير دافي كما كنقولوا بالدارجه، يكون غير ميت، يلاه غير دافي. هنايا في هاد اللقطه هادي بالضبط زدت واحد الزلافه كبيره ونص تقريبا ديال الدقيق الكامل بالنخاله ديالو اللي كنعجن به الخبز. بغيت هكا الملوي ديالي ولا المخمر يجيني هكا شويه صحي، راكم عارفين النخاله الذوق ديالها زوين. بغيتي تضيفيها ضيفيها، انا على حسب الصحه وهذا، المهم بغيت نضيفها. كنجمع العجينه ديالي وكنعطيها الدليك وكنخليها ترتاح، كنغطيها بلاستيك وكنخليها ترتاح وكنعاود هاد العمليه. درت واحد الكميه ديال الزبده في طنيجره ولا في مقيله ولا في كاسرونه اللي كان، كنخليها حتى كتغلي تحيد منها شويه داك الماء، وعاد كنضيف الزيت، كنخلط وكنخليها حتى كتبرد، عاد كنضيف الخماره مزيان. سطح العمل من بعد ما كيتنظف بطبيعه الحال، كنشكل العجينه ديالي كويرات، ومن الاحسن تغطي بالبلاستيكه باش داك العجين ما يديرش واحد القشره من الفوق. المهم راكم عرفتوني، انا عندي شويه الالقاء على قد الحال، انا الحمد لله كلشي عندي على قد الحال. وكملوا، انا كنشارك معكم داك الشيء بسيط، نتوما كملوا من عندكم. كما شفتوا العجينه ديالي ولا المخمره ديالي واخا فيها الدقيق الكامل وفيها النخاله ما كتقطع معايا ما والو، ولكن ما تكثريش الخميره الروميه. الا كثرتي الخميره وخمر لك الملوي ما بين يديك، ما غيبغيش يتورق لك بحال ما هكا. انت كتجري وغيتقطع حيت غيكون خمر بزاف والعجينه رجعت راشيه بقوه الخميره. كنظن فهمتيني، ردي البال. ركزي ليا مع الطريقه ديال الطوي ديال المخمر ديالي. كنطويها المره الاولى بحالها بحال المسمن، كنرش بزويته وداك الزبيده، وكنرش واحد الرشه خفيفه ديال داك الدقيق مع الفينو ونطوي هنا بحال المسمن. ولكن كنزيد عاوتاني كنحلها شويه بيديا بالعرض، رشيشه ديال الدقيق ورشيشه ديال الزيت، وكنعاود نطويها المره الثانيه، رشيشه ديال الزيت ورشيشه ديال الدقيق ونلوي. وانا مرخوفه مرتاحه، ما كنزيرش يدي. القرينات ولا داك القنيتات كنخشيهم في الوسط، ها هي مخمره واجده، وكنغطي. كنستمر بحال ما هكا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. انا حتى كملت الكميه اللي عندي. كان عندك العوين نتيا، لوي واحد 5 ولا 6 ديال الحبات، ووحده طوي ووحده تطلق، حتى كملت الكميه اللي عندي. كما قلت لك، عاد سخنت المقيلات بجوج. علاش؟ باش المخمر ديالي ما يخمرش بزاف. حتى في هذه المرحله هذه ما خصوش يخمر بزاف. المقيلات سخان، كنرشهم واحد القطيرات ديال الزيت بحال ما هكا، وكنحط المخمرات ديالي. ما تدقاش عليهم بزاف، خليه شويه شبعان ولا خليه شويه هكا باش يجي المخمر هكا ثقيل هكا، كيترعد. صافي قلب وشقلب ودور هنا وهنا وهنا، ورشيشه ديال الزيت استعني بها دغيا دغيا. انا صايبت تبارك الله ما شاء الله، صايبت كميه كبيره وصايبتهم في وقت قصير. شرحت لكم بزاف ديال الطرق ديال الملوي بالفينو، الملوي بالسميده، المسمن المربع اللي نال اعجاب بزاف. واحد الفيديو عجب بزاف ديال الاخوات. وهذه عاوتاني مخمار بطريقتي، سريع وبسيط على قد الحال كما كتشوفوا. كما شفتوا معايا جا ملحم كيترعد كما كنقولوا، شهوه منه. هنايا ساليت الكميه اللي عندي. هذا الطبيصل الاول وهذا الطبيصل الثاني، النتيجه راه باينه معكم كما شفتوا. اش غادي نقول لكم، جاء
أكثر من رائع، بداك النخالة ولا داك الدقيق الكامل اللي عطاه واحد البنّوج، عطاه واحد جا بنين، جا بنين، جا هشيش، جا هكا كيترعد، مع كويس ديال الأتاي في الفطور ولا في كاس كروط، وكنقول لكم بالصحة والراحة. إلا تكرمتوا وجات على خاطركم ما تبخلوش عليا من التشجيعات ديالكم، كنشارك معاكم داكشي بسيط بلا بروتوكول، بلا زواق وبلا نفاق، داكشي اللي كاين والنصائح اللي عندي كنشاركهم معكم بكل بساطة ومن قلبي. كنتمنى نكون خفيفة على قلبكم وبالصحة والراحة، وما تبخلوش عليا من التشجيعات ديالكم، والله يكرمكم.